أهلا وسهلا بكل متتبعاتي أينما كنتم. اليوم أشبه لكم نوجدوا مع بعضياتنا واحد الطريقة لقلي صدر الدجاج، طريقة مختلفة وكيجي رطب ومذاق رائع جدا. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم مع واحد الصوص اللي هي كذلك رائعة. اولا كنبدا من بعد ما قطعت صدر الدجاج، خديت صدر دجاجتين قطعته بهذا الشكل هذا، وزدت عليه كاس كبير، كاس بحجم 200 مليلتر ديال الماء المعدني الغازي. الماء المعدني الغازي اللي في المغرب هو والماس، ماء معدني غازي. تقريبا زدت كاس ب 200 مليلتر وخليته في الثلاجه واحد المده ديال 15 حتى 20 دقيقة، يعني يبقى الدجاج في الثلاجة يرتاح ويمتص الماء المعدني الغازي. عندما كتشوفوا بهذه الطريقة هذه، من بعد غنوجد لاصوص اللي غنخلط فيها صدر الدجاج. درت 3 ملاعق ديال الدقيق، واحد البيضة كاملة الاصفر والبياض، وواحد الباكية ديال خميرة ديال الحلوى، باكية خميرة الحلوى. وزدت على الخليط نصف كأس ديال الماء المعدني الغازي، يعني 100 مليلتر فقط. زدتها، خلطت الخليط جيدا، وزدت عليه القليل من الملح والإبزار. كتشوفوا نحاول نخلط مزيان، خلطت مزيان وزدت الملح والإبزار، قليل من الملح على حسب الذوق كل واحد. طريقة سهلة، كنتمنى انكم تجربوها وفعلا كتجي رائعة لصدر الدجاج. كتعرفوا صدر الدجاج من بعد ما كيطيب كيكون قاصح، ولكن هاد الطريقة كتخليه رطب بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعاليق ان شاء الله. من بعد ما خلطت الخليط مزيان وجبدت الدجاج ديالي من الثلاجة، من بعد ما ارتاح 15 دقيقة كنصفيه من الماء ديالو، يعني هذاك الماء كنحيدو كامل، وكنخوي الدجاج على الخليط. هانتوما بهذا الشكل هذا. كنحاول بالتحريك انني ندخل الخليط في الدجاج كامل مزيان، ندخل معاه مزيان ونخليه يرتاح واحد 5 دقائق او 10 دقائق فقط، على ما نوجد لاصوص اللي غنرافق بها الدجاج. في الخلاط الكهربائي درت واحد فص ثوم وواحد 3 المعالق ديال اليوغورت. الكميه اختياريه طبعا على قدر الاساس ديال شحال من الناس اللي غطيبوا لهم الوصفه. 3 معالق ديال اليوغورت وواحد القبضه ديال البسباس، قبضه ديال البسباس يعني اختياريه حتى هي. ممكن ديروا النعناع، ممكن ديروا الحبق، حتى الحبق كيجي رائع فيها. وزدت الملح والابزار والقليل من المايونيز، وخلطت الخليط الخلاط الكهربائي. اليوغورت كنصحكم انكم ديروا اليوغورت اللي ما فيهش الماء، يعني ما فيهش نهائيا الماء. ما كانش عندكم هذاك اليوغورت اللي ما فيهش الماء، كتاخذوا اليوغورت العادي، اليوغورت الطبيعي العادي، وديروه في واحد الثوب يكون رقيق، وتخليوه يتقطر منه داك الماء على الاقل واحد 10 دقائق او 15 دقيقه، باش يكون القوام ديال اللاصوص يكون خاتر، يجي يعني بحال الشكل ديال المايونيز. من بعد ما وجدت لاصوص خليتها على جنب، وبديت قلي الدجاج بطريقه عاديه. يعني سخنت الزيت اولا، كسخنات مزيان، وبديت كنقلي الدجاج ديالي بهذه الطريقه هذه كيف ما مبين في الفيديو. يعني كتحاولوا تخليو هاد القلي حتى يقرب وقت التقديم باش تقدموه سخون. كيجي جدا جميل صراحه. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. من بعد ما تحمر الدجاج ديالي كنحاول نقلبو الجوانب كاملين يتحمر بشكل متكامل كيف مبين او موضح في الفيديو. كناخذ واحد طبق اخر كندير فيه المنشف الغذائي، نصفو فيه باش يمتص هذيك البقايا ديال الزيت
رغم انه بالطريقه هذه ما كياخذش يعني الدجاج وما كيمتص الزيت بزاف، واخا انه استخلص كميه كثيره من الزيت ولكن ما كيمتصهاش. يعني بعد ما كيطيب ما كيبانش انه مقلي بحال طايب في الفران. من بعد ما تحمر الدجاج ديالي انا ناخذ داكشي نزيد من البقايا ديال الدجاج ونقدمو طبق تقديم ان شاء الله مرافق الصوص اللي زدت قبل. وانتم تشوفوا الطريقه ديالو كيف جات. نتمنى اني نال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من دعمكم الى عجبكم الفيديو، مشاركته مع اصدقائكم ولو لمره واحده. وما تنسوني كذلك من دعواتكم اللي اهم من هذا الشيء كامل. نهاركم مبروك اينما حللتم.